How to start negotiation with novel purpose. بقى هنا احنا بنتكلم ان انت هتنيجوشيت مع العميل، مش هتكمبرمايز مع العميل. طيب دايما بحكي مثال كده صغير، هو مثال البرتقانه. مثال البرتقانه ده هو بيتكلم ان في 2 طباخين في المطبخ محتاجين برتقانه في الوصفه بتاعتهم. فجي الاولاني انا عايز البرتقانه، وجي التاني انا عايز البرتقانه في الوقت اللي مفيش في المطبخ غير برتقانه واحده. فايه اللي حصل؟ ده مصمم على رايه وعايز البرتقانه، وده مصمم على رايه وعايز البرتقانه. فراح جاي واحد عشان يحل المشكله راح عامل ايه؟ راح جايب البرتقانه قسمها بالنص، وراح مدي ده النص ومدي لده النص التاني. فايه اللي حصل؟ ده اخد نص برتقانه عصرها عشان ايه؟ يستخدم العصير بتاعها في الاكل بتاعه. وده اخد النص برتقانه قشر القشره عشان هو هيحتاج القشره في الطبخه اللي هو يطبخها، بس قشر قشره ايه؟ نص برتقانه. فاللي هنا عصر نص برتقانه واللي هنا قشر قشره نص برتقانه. فايه اللي حصل؟ الناتج النهائي اكيد كميه السائل اللي نزل من نص برتقانه مش زي كميه السائل اللي ممكن ينزل من برتقانه كامله في العصر، واكيد كميه القشر اللي من برتقانه مش زي كميه القشر اللي من نص برتقانه. كنتيجه نهائيه لا ده استفاد ولا ده استفاد. طيب ليه الاتنين خسروا؟ عشان كل واحد كان بيفكر على الوين بتاعه. هي دي فكره الكومبرومايزنج تاني. فكره الكومبرومايزنج كل واحد بيفكر في الوين بتاعه، رغم ان الموضوع ببساطه لو كل واحد اتكلم عن احتياجه الحقيقي كانت المشكله اتحلت. ازاي كانت المشكله اتحلت؟ كانت البرتقانه كلها اتقشرت، واللي عايز قشر البرتقان اخد قشر البرتقانه كامله، واللي عايز عصير البرتقان اخد البرتقانه كامله عشان يعصر. هي دي مدى سهوله الموضوع. فالاصل في النيجوشيشن عشان تنيجوشيت من اجل تحقيق الهدف الانسب ليك كبياع وللمشتري هو الترانسبيرنسي، الشفافيه، الكلام. تسال كبياع وده دورك، تسال اسئله تفهم من وراها الاغراض الحقيقيه لتنفيذ عمليه الشراء، عشان في الاخر لما تقدم حاجه تقدم الحاجه اللي هو عايزها، ولما تنجشيت في تفاصيل صغيره. فده دورك. يعني لو في مشكله حصلت في البيع هتبقى بسببك انت، لان انت ما كنتش ترانسبيرنت، وانت ما كنتش بتسال الاسئله المظبوطه عشان تطلع بيها نتيجه مظبوطه. فكنت شغال على حاجه اسمها باين كريتيريا، واجنور حاجه اسمها الترو اوبجكتيفز، رغم ان في الوقت ان انت لو عرفت الترو اوبجكتيفز كنت قدمت سولوشن مظبوط، كنت وصلت لمرحله مع العميل مش هيبقى ما فيهاش نيجوشيشن، بس لما هتبقى نيجوشيشن تفاصيلها مش كتير، مش باك فاير عالي. باين كريتيريا انت ركزت على السعر اللي عايز تقدمه وركزت على البرودكت اللي انت بتقدمها. طب ما تركز على الترو اوبجكتيفز، ما تركز على الاسباب الحقيقيه اللي عند العميل لطلب عمليه الشراء. بالتالي هتقدر تقدم حلول مظبوطه. يا جماعه اللي بنحاول نوصله من التريننج ده مش هاو تو نيجوشيت، هاو تو افويد الكريتيكال نيجوشيشن، النيجوشيشن اللي بيوصلك لمراحل صعبه مع العميل. هو ده اللي لازم تعمل له افويدنج، وانت ده دورك كومبليتلي كبياع، ان انت تبقى عارف الاحتياج الحقيقي مع العميل. تاني هنرجع ونقول البروسيس، امشي على البروسيس مظبوط هتوصل لمرحله حلوه في الحته بتاعت النيجوشيشن. فلما هتعمل بروسبكتنج وبعد كده هتعمل كونكشن، وبعد الكونكشن الحلو ده هيحصل تراست، فالتراست هتبدا تخش في مرحله الانسايت اللي هي التعمق في تفاصيل النيد الحقيقيه مع العميل. هتبدا تسال اسئله، الاوبجيكتيف من الاسئله دي ان انت تبيلد فاليو، ان انت تبيلد فاليو في دماغك. الفاليو دي هتقدمها للعميل، العميل هينبهر بالسولوشن فهيبقى تركيزه على السولوشن اللي انت بتقدمه. هتساله ده لو حصل هيمباكت عليك بايه؟ ايه هو الامباكت اللي بيحصل لك من وجود المشكله دي؟ فايه برضو الامباكت اللي هيحصل لك لو حلينا المشكله دي؟ انت بتبيلد فاليو، بتفهم انا لو حليت لك المشكله دي هينتج عنها ايه ليك وللشغل بتاعك. هل بقى اصلا
الحل بتاع المشكله او فكره ان انت تحل المشكله دي من البريوريتيز بتاعتك. ما خلي بالكم يا جماعه، ساعات بنحصل في النيجوشيشن بنستك في منطقه ايه اللي هو احنا فاكرين كلمه اسك فور بزنس. احنا بننيجوشيت عشان ناسك فور بزنس في الفولو اب كول مثلا. احنا ليه مش بنخلص البيعه؟ ليه ما اخدناش امر الشراء لحد دلوقتي؟ عشان انت ما سالتش في الاول. انت ما سالتش هل حل المشكله دي من ضمن البريوريتيز بتاعته ولا لا. فانت محتاج تفهم ده من الاول. انت محتاج تعرف لما هتحل المشكله زي ما قلنا ايه الامباكت بتاعها عليك والافكتفنس بتاعها على الناس اللي موجوده معاك في الشركه. المشكله دي لو اتحلت بالطريقه دي هتافكت على البرفورمانس بتاع الشركه. ما هو انت لازم تفهم انت الاوبجيكتيف من ده ان انت تبيلد فاليو. ما هو انت لما تيجي تفهم قيمه السولوشن اللي انت بتقدمه ايه للعميل، انت بتجنور الفلوس برضو. انت بتعدي الستيب القميئه اللي تسمى وور برايس، معركه السعر. انت بتعدي الستيب دي. طالما دخلنا في فاليو فيرسس فاليو يبقى احنا كده واصلين لمنطقه صح. انما لما ندخل في برايس فيرسس برايس يبقى احنا كده في منطقه غلط. او العميل ده مش العميل اللي بيهتم بالفاليو، فنبقى فاهمين من الاول. فما طلعش كل كروت الفاليو بتاعتي في الاول. هو عميل في ساعات نوع من العملاء سعر، انا عايز اشوف سعر. وده غالبا ما بيبقاش باير، ده بيبقى نيجوشيتور. فهنفهم الفرق ما بين الباير والنيجوشيتور. بس هو غالبا بيبقى نيجوشيتور، دوره وشغلانته ان هو يجيب انسب سعر او اقل سعر. انما الباير فعلا اللي هو هيستفيد من السيرفيس، لا هو المهم بالنسبه له الفاليو. هو اهم حاجه بالنسبه له الفاليو فعلا. وحط نفسك مكان العميل. انت اكيد انسب حاجه بالنسبه لك فاليو اكتر من السعر. ممكن تتنازل وتضغط على نفسك شويه في السعر في مقابل ان انت تاخد فاليو اعلى من اللي انت كنت متوقعها. فانت لما سالت الاسئله اللي عن طريقها هتقدر تبيلد فاليو جواك، انت عملت لنفسك حاجه مهمه قوي. انت حطيت الجولد بدري. انت عرفت الفاليوز وقللت على نفسك المعركه بتاعت البرايس وور زي ما قلنا. انت قدرت تحدد الهدف والبيج بيكتشر بتاعه العميل، فبالتالي ابتديت تسيت ليست اوف فاليوز هتقدمها للعميل. بناء على الليست اوف فاليوز دي العميل لازم يشتري السولوشن بتاعك، لان الفاليو دي بتماتش البيج بيكتشر بتاعته والريل نيد بتاعته. فبالتالي هتبقى معركة التسعير والسعر والبيست اند فاينل والسعر النهائي ونحاول نقلل الاسعار، انت اللي هتبقى منتصر فيها مش هو. ليه؟ في الاخر هو انترستد جدا ان هو يشتغل السولوشن ده معاك وياخد السولوشن ده منك. فيبقى هو اللي بيطلب منك الديسكاونت عشان يشتغل معاك، مش انت اللي بتعرض عليه ديسكاونتس عشان تشتغل معاه. ودي مهمة جدا وفارقة جدا. الموضوع ده مهم قوي. بياعين كتير بيجروا ورا العميل عن طريق الديسكاونتس، في الوقت اللي هو لو انا لا اديت للعميل الفاليو الصح هو اللي هيجري ورايا عشان يطلب مني ديسكاونت. انتوا متخيلين الفرق ما بين التو سيتويشنز؟ متخيلين انت هنا شكلك عامل ازاي ورغبتك او قدرتك على تنفيذ عمليه الشراء او بيع يعني عامله ازاي، وهنا عامله ازاي؟ مختلفه جدا. العميل هو اللي بيطلب منك ديسكاونت او انت اللي بتجري ورا العميل ديسكاونت؟ لا طبعا. لما العميل يطلب مني ديسكاونت ويبقى جدي فعلا في التنفيذ، فساعتها بقى هبدا اقول للعميل لو انا عملت الديسكاونت ده انت فعلا هتشتري مني. طب لو انا عملت الديسكاونت ده انت هتبقى ساتسفايد؟ هو ده فعلا البيست اند فاينل برايس اللي انت عايزه؟ خلاص اديني تارجت برايس وانا احاول اشتغل عليه. انت اللانجوج بتاعتك هتبقى متغيره، المانوفر بتاعك نفسه هيبقى متغير، اسلوبك وانت بتتعامل مع العميل هيبقى متغير. لان انا خلاص عرفت البين بتاع العميل، عرفت البروبلم بتاع العميل فين، عرفت الريال جول بتاع العميل ايه. فابتديت احط فاليوز اللي هي فعلا الاحتياج الحقيقي بتاع العميل. فبالتالي البروبابيلتي بتاعتك للكلوز بتاع البيع عمال يعلى ويزيد، عشان العميل هو اللي هيشتغل معاك لان انت حطيت له فاليوز وسولوشن.